بالنسبه للحروف السايلنت اللي هي بتتكتب ومش بتتنطق، احنا عرفنا مع بعض قبل كده اهوت ان الحروف السايلنت مش كلها بتبقى سبب واحد. يعني الحروف السايلنت مش كلها لسبب واحد، بتختلف. ف هنتكلم عن حرف الاي في اخر الكلمه اللي مش بيتنطق. طبعا معروف ان حرف الاي في اخر الكلمه مش بيتنطق، لكن بيتنطق في الكلمات اللي بتكون فيها مقطع واحد زي هي وشي وبعض الكلمات وتري وكلمات كانت في فيديو خاص بيها. لكن دلوقتي بنتكلم في حرف الاي جاي برضو في اخر الكلمه في الانجليش، ومش وان سيلابل، مش في مقطع واحد في الكلمه، لكن برضو حرف الاي هيأثر على النطق. وناخد بالنا ممكن الحرف ما يكونش منطوق لكن برضو مش سايلنت. ازاي كده؟ حرف سايلنت يعني مش منطوق، حرف سايلنت يعني بس مش منطوق، لا حرف سايلنت يعني مش منطوق ومش مؤثر على النطق. يعني لو الحرف مش منطوق بس مؤثر على نطق الكلمه ما يبقاش سايلنت. فحرف الاي ممكن يجي في اخر الكلمه وما يتنطقش وبرضه ما يكونش سايلنت اذا كان هيأثر على النطق، وده اللي بيعمله حرف الاي في كلمات كتيره جدا، ان هو بيجي في اخر الكلمه ومش بيتنطق لكن بيأثر في النطق. ده لما بيحصل لما بيجي بعد حرف السي او حرف الجي. وعشان كده حرف الاي ساعات في كلمات في الانجليش بيجي في اخر الكلمه وما بيكونش سايلنت لانه مأثر على النطق، لان حرف الاي لو جه بعد حرف السي هيخليه يتنطق كانه س، كانه اس يعني، مش زي الكي. فهنا ما يبقاش سايلنت لانه مأثر على النطق. زي كلمه مثلا place. place place يعني مكان، PLACE. وزي كلمه nice، هنا حرف الاي مأثر على نطق السي مخليها اس، لان لو ما كانش بعديها اي هتنطق كي. فهنا حرف الاي مأثر على نطق حرف السي وخلاه يتنطق كأنه اس، يبقى هو مش سايلنت. ونفس الحكاية لو جه بعد حرف الجي، زي مثلا كلمة بيج. بيج حرف الاي هنا مش سايلنت مع انه مش منطوق. هو مش سايلنت لانه اثر على نطق الكلمه، لان لو ما كانش فيه حرف الاي حرف الجي هيتنطق ج. فهنا حرف الاي في اخر الكلمه لكن مش سايلنت لانه مأثر على نطق الحرف اللي قبله. جود luck.